صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك وعلى ابنتك المظلومة المقهورة المخفية قبرا المجهولة قدرا المكسورة ضلعا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم عطشان كربلاء. سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلى ما التواني صاحب الطلعة الغراء، أما آن من أعداك أن تطلب الثار. سيدي يا صاحب الأمر يا فرج الله، إلى ما التواني صاحب الطلعة الغراء، أما آن من أعداك أن تطلب الثار. فديناك لم أغضيت عما جرى على بني المصطفى منها وقد صدع الصخراء. سيدي أتغضي وتنسى أمك الطهر فاطمة، غدات عليها القوم قد هجموا جهرا. أتغضي وشب النار في باب دارها وقد أوسعوا من عصرهم ضلعها كسرا. أتغضي ومنها أسقط الطهر محسنا وقادوا علي المرتضى بعلها قسرا. أتغضي وصوت العبد والشحمة نهاه ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمراء. أتغضي وماتت وملء فؤادها شجا وعلي بعد شيعها
سرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. على محبة الزهراء صلوا عليهم ثانية. تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، لقضاء الحوائج، شفاء المرضى خصوصا المنظورين منهم. صلوا عليهم ثالثة بأعلى الأصوات. لو أن رجلا صلى صلاة الظهر والعصر في المسجد جماعة ثم جلس في زاوية من المسجد لأنه يعلم أن إطالة المكوث في المسجد مستحب، ووضع أمامه مصحف مفتوح لا يقرأ فيه، ينظر فيه، لأنه يعلم أن النظر في المصحف حتى دون قراءة مستحب وعبادة. وأخذ بيده مسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام يحركها بيده دون ذكر، لأنه يعلم أن أخذ سبحة من طين قبر الحسين مستحب. لكنه كان في هذه الحالة فكره في السوق، وفكره كيف يحتال على شريكه التجاري حتى يقبض منه حصته، وكيف يغش الناس، وكيف يستولي على أموال الناس بالباطل. السؤال: هل الرجل هذا في هذه الحالة وفي هذه اللحظة هو على طاعة الله أم هو في معصية الله؟ الظاهر أن هذا الرجل في حال عبادة في المسجد، وأمامه مصحف ينظر في المصحف، وبيده سبحة من طين قبر الحسين، لكنه في الحقيقة هذا الرجل على معصية الله. وهذا المثال وهذا السؤال هو الفارق الجوهري إخواني بين قراءتين للدين. قراءة تنظر على أن الهدف من الدين هي المظاهر الخارجية، هي السلوكيات الخارجية. مهم أن الإنسان يلتزم ببعض المظاهر الخارجية، صورته، شكله، وجهه، ملامحه، لحيته، يكون صورة وشكل الرجل المسلم يؤدي المناسك ويؤدي العبادات بصورة ظاهرية. هي قراءة. وقراءة أخرى تقول أن الهدف من هذه المظاهر هناك غايات وأهداف، إذا لم يحقق الإنسان تلك الغايات والأهداف فإن هذه المظاهر لا تنفع. الجلوس في المسجد بهدف، بغاية، إذا أنت ما حققت الهدف منه ما راح تنتفع من هذا الجلوس شيء. أن تأخذ بيدك سبحة من طين قبر الحسين هذا بهدف، بغاية، إذا ما حققت الهدف، إذا ما استوعبت ذكر الله، إذا ما استشعرت في قلبك أن الله مراقب لك، فإن هذا لا ينفعك. وبين هذه القراءة وتلك القراءة فاصلة كبيرة ومهمة جدا. انظروا إخواني، في كل شيء هناك أسس، مسائل أساسية، مسائل مهمة، وهناك أمور ثانوية، هناك أمور كمالية.
الأمور الكمالية والثانوية الإنسان ما ينتفع منها إلا إذا الأمور الأساسية موجودة. خليني أضرب لك مثال. إذا في اليوم واحد من الإخوة راح إلى السوق واشترى سيارة، هذه السيارة فيها كل المواصفات المطلوبة، كل الوسائل الرفاهية من التبريد والكرسي الكهربائي وأي شيء اللي الإنسان الآن يتصوره في سيارة حديثة موجودة في هذه السيارة، واشتراها. لكن يوم اللي اشترى السيارة وجد أن هذه السيارة محرك ما بها، ينتفع بهذه السيارة؟ لا. ليش؟ لأنه راح تقول لي أن الهدف الأساسي من السيارة أن تحمل الإنسان من مكان إلى مكان، أن تنتقل بالإنسان من موقع إلى موقع. أما وجود التبريد والتكييف والمسائل الكمالية هذا ينتفع بها الإنسان ما دامت السيارة سيارة، ما دامت السيارة تتحرك الإنسان من مكان إلى مكان. أما هذا السيارة يتحرك الإنسان، بعد بها تكييف ما بها تكييف مو مهم يصير. هذا هو المثال الذي نريد أن نبتدأ بها الحديث الحديث اللي مرتبط بالدين. إحنا يوم نأتي إلى الدين فيه محكمات، فيه مسائل أساسية، فيه أسس، فيه ركائز. بعد ذلك تأتي التطبيقات، اللي هدف التطبيقات الحفاظ على تلك الأسس. أنا ما أقول لك التطبيقات غير مهمة، لا، بعدين نجي لهذا البحث، بس أقول أن التطبيقات إذا ما موجودة الأسس مو مهمة، ما تنفع. يعني مثلا من ركائز الدين، بل أول ركيزة من ركائز الدين هي العقيدة السليمة. العقيدة السليمة، الإنسان عقيدة بالله وعقيدة بالنبي وآله يكون على الطريق المستقيم. أما إذا فد واحد إجا ورفض الدخول في حصن التوحيد، رفض الاعتراف بالله سبحانه وتعالى، أو اعترف بالله سبحانه وتعالى ورفض الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بولاية أهل البيت عليهم السلام، عالماً عارفاً عامداً، هذا الإنسان بعد ذلك لا ينتفع بصلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة ولا فعل خير ولا كفالة يتيم ولا أي شيء. وقصدي ما ينتفع أن بالآخرة ما حتنفع هذا الشيء. الإنسان يصلي، الإنسان يتصدق، لأنه أكو بالآخرة أجر وجزاء، لكن هذا الأجر والجزاء مشروط بوجود الإيمان. إذا هذا مو مؤمن، إذا إيمانه به مشكلة، هذا كله راح يكون لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أنا أسألكم سؤال، هذا المثال القرآني اللي يقول هذا الإنسان الكافر أعمال يوم القيامة مثل فد رماد اللي الإنسان لازم بيده، لكن أكو عاصفة، أكو طوفان اللي ما راح يبقى بالإيد شيء، صحيح؟ زين، هذا بالنسبة إلى أعمال الصالحة وأعمال الطالحة يا هو طبعا الصالحة أخو، إذا أعمال الطالحة الإنسان يكيف أن أعمال الطالحة تروح. الكلام عن الأعمال الصالحة أن هذا العمل الصالح لا ينتفع به لأن الإيمان ما موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في اليوم قلت لفد واحد من الأخوة، قلت له إذا رب العالمين كان يريد أوضح من هذا يقول، شنو كان يقول بعد؟ شنو كان يقول؟ هنا القرآن يبين أهمية الإيمان، أن الركن الأساسي الإيمان. إذا إيمان ما موجود، إذا هذا معاند، إذا فد واحد مثل إبليس يرفض أن يسجد بأمر الله، بعدين يقول رب العالمين أنا الآدم ما أسجد، لكن يعفيني من السجود لآدم، أسجد لك سجدة 6000 سنة. الله يقول أنا هاي سجدتك شو أسوي بيها؟ أنا أريد طاعة. إذا فد واحد يعصي الله، إذا فد واحد يتمرد على الله سبحانه وتعالى بعد عمل الصالح، شو يسوي بيه؟ ما راح ينفع شيء. أنا هذا مثال إن شاء الله بعدين أكمل، بس أريد أبين أنه المسائل الأساسية يجب الإنسان أول شيء يحرزها، يكملها، يتممها، بعدين تأتي السلوكيات الأخرى. زين، وهنا أكو خطر إخواني، خصوصا بحثي للشباب.
أنا هذا الخطاب اليوم، هذا الموضوع اختارته اليوم مباشر إن شاء الله إذا خلص بحث مفصل، خطابي مع الإنسان المؤمن، باعتبار بعض الأحيان أنا أشوف بعض أصحاب المنبر من أمثالي يوم اللي يتكلم كأنما هذا القاعد قدامه مو مؤمن، اللي جاي إلى مجالس الزهراء عليه السلام وجالس إنسان مؤمن، إنسان متقي، إنسان صالح، زين. لذلك خطابي للإخوة خصوصا الشباب، شوفوا إخواني، من وساوس إبليس ومن حبائل إبليس أنه يجي لهذا الإنسان يضخم في ذهنه مسائل ثانوية على حساب المسائل الأساسية. يعني فد واحد مقصر في الفرائض، مقصر في مسائل أساسية في حياته، حقوق الناس مقصر فيها، واجباتها مقصر فيها، إبليس يجي يكبر في ذهن هذا الإنسان فد عمل معين، كأنما يريد يقول له أنت ما دام تسوي هذا العمل بعد أخذ راحتك. هذا من وسائل إبليس، من وساوس إبليس، اللي رب العالمين في مجموعة من الآيات في سورة التوبة يناقش هذه المسألة. أنا أقرأ إن شاء الله الآيات وشوية أفصل بها بمقدار ما الوقت يسمح بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني أنت عسبالك أنت الإنسان المؤمن صاير مؤمن وبعد الله ما امتحنك بامتحانات الحقيقية، ومن جملة ذلك يمتحنك بالجهاد في سبيل الله. طبعا بين قوسين الجهاد في سبيل الله مو يعني القتال في سبيل الله. احنا بس ما نقول لفظ الجهاد ومجاهد شنو يجي في الذهن؟ واحد مقاتل. نعم القتال هو صورة من صور الجهاد، نوع من أنواع الجهاد اللي ما يتسنى في كل زمان، هذا بحث طويل، أكو أنواع مختلفة. أن يبذل الإنسان جهده في سبيل الله، اللي الإمام أمير المؤمنين في حديث دعائم الإيمان، الدعامة الرابعة للإيمان هو الجهاد، اللي يقول الجهاد على 4 شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. يعني الإمام يخلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة من صور الجهاد، هذا بحث خاص لمحله. زين، اللي الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول أنت عسبالك صاير مؤمن وتدعي الإيمان وبعد الله ما امتحنك، أولا بالجهاد ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وبعد ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، ما عنده وسيلة غير الله ورسوله، ما عنده انتماء غير انتماء إلى الله وإلى الرسول. والله خبير بما يعملون. بعد مجموعة من الآيات أنا أختصر الكلام لأنه كلام مفصل، إخوان إن شاء الله هم يراجعوه في كتب التفسير، إلى أن يصل إلى آية 18 يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية حسب الروايات نزلت يوم اللي كان المسلمون كانوا في مكة وصارت قضية الهجرة إلى المدينة. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إجا إلى عمه العباس حسب الروايات في هذا المكان كان مؤمن مسلم كان. فالإمام أمير المؤمنين قال لعمه العباس: تعال خلينا نهاجر. قال: يا عم ألا تهاجر في سبيل الله؟ فقال العباس عم النبي، فقال: ألست في أعظم من الهجرة؟ أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج بيت الله. شايف؟ قال: أنا ما يحتاج أهاجر، أنا قاعد هنا شوية أعطي ماي لذول الحجاج. زين، أنت واجبك تهاجر في سبيل الله، النبي دي يقول لك هاجر في سبيل الله، بس هذا يقول أنا هنا شوية أعمر مسجد الحرام كافي. لا، أجعلتم سقاية الحاج. يعني هذا في الحقيقة من وساوس إبليس، حتى في ذهن هذا الإنسان هذا العمل يكون أهم من أداء فرائضه وأداء واجباته. وهذا هواي نقطة مهمة إخواني، ويرجو الإخوان يعذروني ويسمحوا لي في هذه النقطة. شوفوا، الدين قضية متكاملة، لا بد للإنسان أن يؤدي الفرائض، دققوا وياي، مع بعضها البعض،
مع بعضها البعض، ويا بعض. ما ممكن أن يكون فريضة أن تكون فريضة بديلة عن فريضة أخرى، ما ممكن. كل شيء في محله، كل واجب في محله. هذه مجالس الحسين ومجالس الزهراء حضور فيها هواية مهم، منجات سفينة النجاة، فيها أجر، فيها ثواب، لكن هذه ما تكون بديلة عن أداء الفرائض. فرائض موجودة، ما يصير ليجي الشيطان يخلي في ذهن الإنسان أنه فد واحد مقصر في فرائض الله الأساسية، في حقوق الناس الأساسية، تعال أنت بدل ذلك شوية اقعد في المجلس. لا لا، هذه المجالس مكان التوبة، مكان الأوبة، مكان نرجع إلى الله، مكان نشوف أخطائنا نواقصنا، هواية مهمة، بس بتكون بديل، كل شيء في محله. هذا لازم ننتبه لهذه النقطة. إذن أولا إخواني العقيدة. ثانيا طبعا العقيدة بها بحث الوصول لها، بعد الإخوة يعرفوها. ثانيا بعد العقيدة الفرائض. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده فد رواية إن شاء الله باكر راح أقراها بشيء من التفصيل، بس أريد أقول هاي الكلمة في وصيتي إلى قميل بن زياد. يقول: يا قميل، لا رخصة في فريضة ولا شدة في نافلة. أساس الفرائض أول شيء فرائض الله، أول شيء عبادات الإنسان، أول شيء ما افترض الله على الإنسان من الواجبات. مثل شنو؟ أولها شنو؟ الصلاة. أنا فد يوم واحد من الشباب قال سيدنا أنتوا وايد تحكون عن الصلاة. قلت له: احنا من نحكي عن الصلاة؟ احنا مع الأسف صاير في منابرنا الكلام عن الصلاة ما موجود، قليل جدا موجود. صلاة تروح للروايات، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايش قد كان يحكي عن الصلاة. أنا ما أفهم الدين، النبي يفهم الأولويات في الدين شنو، المسائل أول شيء، مسائل الثاني شيء شنو. روح في الروايات شوف النبي ايش قد كان يحكي، الأئمة ايش قد كان يحكون. صلاة. هاي الصلاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ايش قد احنا نحكي عليها، ايش قد صلاتنا منتبهين لها، ايش قد صلاتنا مهتمين لها. روح اقرأ الروايات، شو الصلاة شنو، قربان وكله تقي. هذا فد قربان إنسان يقرب أمام الله سبحانه وتعالى، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. فاليوم كنت في أيام الزيارة 40، مجموعة من الشباب جوني، كنت في طريق النجف، لا بس أجيب هاي. قالوا: سيدنا سؤال تفضل. قال: سيدنا إحنا بس أيام الزيارة نصلي، يصير يعني بس أيام الزيارة من نجي مشي نصلي، باقي السنة أوف عطلة عندنا. قلت له: شوف، أنا رح أجاوبك بجوابين، أنت اختار بينهما. أكو جواب أنا رح أجاوبك به، أنا محسن رح أجاوبك، وأكو جواب الإمام الصادق عليه السلام راح يجاوبك، يا هو تقبله؟ قال: طبعا جواب الإمام الصادق. قلت له: لو تجيني إلي وأنا متأثر بهذه الثقافة شوي منتشرة، أقول له: يا أنت مو مهم أصلا، أنت المهم أنه فقط أخلاقك مع الناس زينة، أنت المهم أنه متأذي لك واحد، ما واكل لك حق واحد، أنت المهم أي ما تكون كون، حتى لو متصلي هم ما يخالف، بس المهم ما مأذي لك واحد. هذا أنا أقول لك ومن أمثالي، مو أنا كرجل دين، أقول لك أنا كابن هذا المجتمع قد أقول لك. بس يوم تروح للإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام في أواخر حياته، يوم اللي جمع أهل بيته من بني هاشم، جمع قرايبه، ثم نظر إليهم واحدا بعد واحد، قال: ألا إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. ذاك كلام الإمام الصادق. أنت بكيفك بعد تأخذ كلامي، تأخذ كلام الإمام الصادق، أنت مختار. بس طبعا كلام الإمام هو الصحيح، مو كلامي. صلاة هل قد روايات عندنا. يجي واحد عند الإمام الصادق عليه السلام، أبو بصير، هذا الرواية فيها نوع من اللطف. الإخوة الأساتذة العلماء حاضرين في المجلس، ويوم اللي نقول أبو بصير، الإخوة يعرفون أبو بصير منه. أبو بصير من كبار أصحاب الإمام الصادق، مو فد واحد عادي بالشارع.
اجى عند الإمام الصادق عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله، هاي الحور العين اللي القرآن يذكرها، الروايات تذكرها، شلونها هي؟ أهي خلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنة؟ شلون هي؟ مثل نسواننا لو شيء مختلف؟ فقال له الإمام عليه السلام: وما أنت وذاك، حسب تعبيره أنت شعلك، أنت شعلك، إنما عليك بصلاتك. أما تعلم أن آخر ما أوصى به رسول الله الصلاة؟ صلاة. أنا أتعجب فد واحد يدعي أنه من شيعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ومن المؤمنين ومن الموالين، لكن صلاته عنده فيها مشكلة، ما مهتم بيها، فد يوم يصليها يوما ما يصليها. الحمد لله ما موجودين في هذا المجلس، إن شاء الله ما موجودين. فالعبادات مو قضية بسيطة. من مضمون رواية الإمام: من قام بما فرض الله عليه فهو من أعبد الناس. عبادة شنو؟ فرائض. بس خلي أقول لكم هنا نقطة حتى أعدل فكرتي أوضح فكرتي. الصلاة يوم اللي يقول صلاة صلاة صلاة، شنو بيها مهم؟ شنو بيها مهم؟ أي جانب الإنسان يلتفت إليها؟ هنا إبليس يدخل. إبليس يوم اللي يدخل ما يقول لك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام الذي يقول: إن لك من صلاتك ما أقبلت بها. صلاتك أنت المهم التوجه إلى الله، الكلام مع الله. أنت إلك من صلاتك يكتب لك أجر ثواب بمقدار ما أنت منتبه، مقدار أنت صدق تحكي ويا الله، ذاك مهم. الصلاة بها المهم أن الإنسان كما كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حينما كان يتوضأ في صلاته، بعد أن يتوضأ كان يتغير لونه حتى ينكره الذي يعرفه. يقولون له: يا ابن رسول الله ما هذا الحال؟ يقول له: أو تعلم أمام من أقف؟ أنا أوقف قدام الله، أحكي ويا الله. هاي صلاة، هذه صلاة ينقطع الإنسان إلى الله، هاي صلاة مهمة. أما الشيطان شو يسوي؟ الشيطان شو يسوي؟ يخلي بالصلاة تهتم بالجزئيات. هذا الذهن 500 مكان يروح. فد واحد ينقل يقول: فد يوم أنا قلت أريد أصلي صلاة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة أنا منتبه، بالي بالصلاة ما أفكر بشيء. أول شيء رحت توضيت فد وضوء جيد. طبعا إحنا عدة هذا المعنى العلماء يبينوه، من اللي يريد يصير عنده توجه في الصلاة، خشوع في الصلاة، وضوء يتوضأ وضوء عدل، يسبغ الوضوء زين. يقول: رحت توضيت فد وضوء عدل، بعدين رحت في مسجد ما حد أكو، وقفت قلت الله أكبر. من قلت الله أكبر كان قدامي فد دنقة، ما واحد عد دنقة، قلت هاي الطابوق مالته. قمت أفكر ويا نفسي: هذا الطابوق مالته شلون طابوق؟ هذا المهندس مالته من وين جايبه؟ شلون الخريطة النقشة؟ يقول: دا أفكر فد مرة شفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيلة الصلاة دا أفكر بالطابوق. يعني شيطان بعد ما يخلي هاي الصلاة الهالقد مهمة لازم يخربها. بس أقول الصلاة شنو بيها مهم؟ التوجه إلى الله فيها مهم. أنت تعرف شنو تقول ويا منو تقول، شنو تخاطب. واحد من الإخوة يقول: فد يوم رحت في مسجد من المساجد، طبعا في غير وقت الصلاة، مو في العراق، في دولة من الدول. يقول: رحت شفت واحد قاعد باتجاه القبلة واقف مركز، دي يركز، بعدين شال ايده الله، شو سوى؟ ما اجت. مرة ثانية الله، ما اجت. يقول: حسبت 13 مرة، 13 مرة حتى هاي الله أكبر، هاي اللام تجي مفخمة بصورة صحيحة. رحت لقيت لعمي الصلاة مو هاي، مو اهتمام بهذه المسائل، هذا شيطان، هذا شيطان اللي يجي يضخم لك هذه الجزئيات. أساس التوجه إلى الله ذاك يهتم به. واحد من العلماء ينقل يقول: جاني فد واحد من أعوان الظلمة، إن شاء الله هذا باكر نتحدث عن هذا الموضوع. جاني واحد من أعوان الظلمة ممن في أحد الدول العربية يعين الظالمين على ظلمهم. يقول: إجاني قال لي: شيخنا بلا زحمة عليك، أنا من أصلي حال الوقوف بالقيام إيدي وين أخليها؟ أخليها على وركي، أخليها على فخذي، وين أخلي؟ فقال له هذا العالم، شوف الجواب اللطيف الحلو، قال له: شوف أنت بالنسبة إلك
المهم أن قبل الصلاة وبعد الصلاة لا تجعل يدك في يد الظالم ثم ضعها في الصلاة حيثما شئت. أنت المهم صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر، صح ولا مو صح؟ أما إيدي وأنا أخليها، نعم إحنا عندنا مستحب الإنسان وين يخلي إيده، هذا كله مذكور بتفاصيله، بس هذه أمور كمالية. الأساس وين؟ الأساس التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بل إذا ما فهمنا هذا ايش راح يصير؟ راح نخبط. شنو راح نخبط؟ نخبط بين أولئك الذين يلتزمون بالمظاهر وأولئك الذين الحقائق عندهم. أسألكم سؤال، الأيام أيام ذكر شهادة الزهراء عليه السلام وبيان ما جرى عليها. أنا شوية أحتاج أفصل في هذه النقطة، لأنه أنا أعتقد أن جزء من أهداف هذه المجالس بيان السيرة. مهم، بيان السيرة مهم. ليش؟ لأنه حتى الشبهات من تجي بمرور الزمن للتراكم. أقول هذه النقطة، بيان السيرة مهم حتى كل واحد من الإخوة، كل واحد من الشباب يتحول إلى مدافع عن الحقائق. ليجي فد يوم ينكرون الحقائق، لأنه إنكار الحقائق شوية يصير. يمن أنت كإنسان مؤمن موالي تعرف الحقائق التاريخية بدقة، باكر إذا فد واحد صعد المنبر من أمثالي وبين فد حقيقة لكن حرف الحقيقة بمقدار 1%، أنت توقف تقول له شيخنا سيدنا هذا كلامك مو سليم، وين مصدر الكلام؟ أنت تكون مدافع عن الحقيقة. أنا أسألكم سؤال، أولئك الذين غصبوا الخلافة وفعلوا ما فعلوا بالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كانوا ملتزمين بمظاهر الدين لو ما ملتزمين؟ سؤال. يصلون، يصومون، يسبحون، يقرون قرآن. بس هاي الصلاة وهاي الصوم وهذا القرآن يفيدهم في شيء؟ لا، لأنه الأساس عنده مشكلة. عندنا رواية هسه حضرتني، ما أريد أطول في المجلس. فاليوم كميل بن زياد، كميل شخصية عظيمة. فاليوم كميل ديم شوية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أزقة الكوفة بالليل، فد مرة سمع فد صوت قراءة القرآن، فد قراءة خاشعة. شوف تعبير كميل، يقول هل قد أثرت هذه القراءة فيه؟ فد واحد نص الليل دي يقرأ آيات ودي يبكي من خشية الله، يقول هل قد أثر في حتى تمنيت لو أني شعره في جسد هذا القارئ. يعني قلت هذا من أولياء الله، فد مرتبة عالية جدا، أنا يا ريت أصير شعره بجسمه. يقول هذا بقلبي قلت. فالتفت إلي علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين قال يا كميل لا يغرك الرجل إنه من أهل النار. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال لي اصبر، اعطينا مجال شوية، حقائق تأتي. يقول راحت الأيام وجدت الأيام وصار قضية الصفين، وبعد ذلك صارت فتنة نهروان. يوم اللي خلصت معركة نهروان أمير المؤمنين قال لي تعال، فأخذ بيدي، يقول وداني على قتلى الخوارج، راوالي فالجسد، قال لي شوف هذا، قلت له إيه؟ قال تذكر ذيك الليلة؟ هذا شنو فاد قراءة القرآن؟ قراءة القرآن شنو فاد شيء أساس ما كان عنده مشكلة. بس هذا إن شاء الله بعدين باشر إن شاء الله أكو تكملة للحديث، أكو نقطتين إضافيتين، واحد ترك الفواحش، واحد حقوق الناس، باشر إن شاء الله شوي أفصل فيها أكثر. أولئك الذين غصبوا الخلافة بعد رسول الله كانوا أيضا ملتزمين إخواني بالمظاهر، لكن كانوا منافقين. هاي النقطة كحقيقة تاريخية هواي لازم تفكروا منها، هواي دقيقة. شوفوا الذي حدث بعد رسول الله من انقلاب الجماعة، ترى ما صار فجأة، فد مرة صارت فدهوسة، لا، هذا الكلام اللي هو الثاني بعد ذلك قال ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فمن عاد إليها فاقتلوه. كذب، ما كانت فلتة، مو فلتة، لا، قضية كانت مصممة ومرتبة ومخططة وموزعين أدوار. الفئة المنافقة اللي هم قريش، في الحقيقة قريش الكافرة الذي كانوا قد سيطروا على الجزيرة العربية قبل الإسلام، والنبي إجا أزاحهم من مكانهم، أبو سفيان وربعه وجماعته،
ذولا حاربوا النبي وحاربوا النبي وحاربوا النبي في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، ما فادهم. شنو سووا؟ دخلوا الإسلام وصاروا يخططون كيف يرجعون إلى السلطة. هذا في زمن النبي. أنت اقرأ، أجيب لك مثال، أنت اقرأ عن حادثة العقبة. من أقوى الإدانات الموجودة، أنا إذا كان وقت كنت أفصل فيه بس ماكو وقت. من أقوى الإدانات الموجودة هي حادثة العقبة، أن مجموعة حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجوعه من تبوك. سووا خطة أن النبي حينما يمر بعقبة ضيقة يسووا له حسب تعبيرنا حادث سير، شوية ينفرون الناقة مالته حتى الناقة ترميه في الوادي. جبرائيل أخبر، القضية مفصلة وأسماءهم موجودة. اللي هؤلاء نفسهم اللي فيما بعد اجتمعوا على دار علي وفاطمة، نفس هؤلاء الذين مرارا وتكرارا حاولوا الانقلاب، بس وجود النبي ما كان يخليهم. لذلك بمجرد ما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا والخطة جاهزة. أنا دورات أضحك على بعض الحقائق التاريخية. تعرفون السقيفة من سواها؟ سقيفة بني ساعد الأنصار سووها. فد مرة إجا فكروا أنه يأخذون، لا عم الجماعة مرتبين القضايا ومتفقين ومحضرين، إعلامهم موجود، أياديهم موجودة، حسب تعبيرنا خلاياهم النائمة موجودة، خططهم موجودة، شعاراتهم موجودة، لافتاتهم موجودة. واحد يفكر لا عمي عموما. وهذا مو أنا أقوله، هاي الزهراء عليه السلام قالت له. وين قالت؟ واحد قالت في الخطبة الفدكية اللي على باكر أجيبها إن شاء الله. بس أكو ثاني أريد أهل الفن وأهل التحقيق انتبهون لهذا الكلام. أنا ما واجد هذا التعبير في غير هذا الموضع. أكو زيارة يزار بها جميع الأئمة عليهم السلام، هي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. عادة المعروفة عند الإخوة الزيارة الجامعة الكبيرة، مو ورا الزيارة الجامعة بالمفاتيح أكو زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. هاي الزيارة شنو؟ هاي الزيارة مثل الزيارة الجامعة، يعني يزار بها جميع الأئمة. إذا واحد عنده توفيق الليلة يروح يقراه، إذا الليلة راح لحرم المولى أمير المؤمنين يزور الإمام بهذه الزيارة. طبعا شوية طويلة. الفارق بينها وبين الزيارة الجامعة الكبيرة أن في الجامعة الكبيرة ذكر لفضائل أهل البيت ومناقبهم ومقاماتهم، صحيح؟ في هذه الزيارة مع ذكر فضائل أهل البيت مذكور مثالب أعدائهم، الجانب الآخر مبين. ومن جملة ذلك الأحداث التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التعبير. أرجو الإخوة ينتبهون للتعبير. يقول الإمام: فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب. بقايا الأحزاب، أحزاب منو؟ معركة الأحزاب. معركة الأحزاب اللي اجتمعوا القبائل المناوئة حتى يقتلوا رسول الله وينهوا الإسلام، بقاياهم اجتمعوا على دار الزهرة. هذا تعبير الزيارة. فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب على دار النبوة والإمام، تعبير الإمام. نفسهم ترى، بس بدلوا جلدهم، بدلوا شكلهم، انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمير المؤمنين. زين، بس أكو فسد منيع، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وعلي بن أبي طالب أمام سد منيع وهي الزهراء عليه السلام. احنا عادة نذكر عن موقف الزهراء وكلام الزهراء وخطب الزهراء. أنا أسألكم سؤال: الزهراء عالمة عارفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمام زمانها؟ علي بن أبي طالب. زين، معقول الزهراء تطلع وتخطب وتصعد وتنزل وتروح وتجي وتدافع من دون إذن الإمام؟ لا، حتما بعلم الإمام، ربما بأمر الإمام، لكن كانت السند للإمام، المدافع عن الإمام. طبعا كانت عندها رمز ظلامتها كانت فدك. ما كانت تعني للزهراء عليه السلام ترى شيء، ما كانت تعني شيء. أنا عندي 5 دقائق ولا نقرأ مصيبة. الأخوان شوية يسمحوني شوية أبين هذه النقطة، شوية طول مجال. فدك، زهراء تروح فد خطبة كاملة عن فدك تخطب، مو خطبة الفدكية. أنت شوف إيش قد من الخطبة حول فدك، قليل جدا ترى.
زهراء كانت ما يهمها فدك أصلا، بس كانت فدك رمز لظلامتها ورمز لغصب الجماعة الخلافة. أساسا ليش غصبوا فدك؟ حتى يسكتوا الزهراء، إرهاب كان. وإلا أسألك سؤال، مسألتين بس أبين سريعا قضية فدك أريد أعبرها. أسألك سؤال، إحنا مو نروي أن الزهراء عليه السلام في أواخر حياة رسول الله يوم اللي الرسول كان مسجى، الرسول قال لها أدن مني، فأسرها في أذنها شيئا فبكت ثم ضحكت. بعدين حينما سئلت قالت أول شيء النبي قال لي أنه أنا رحت ألتحق إلى ربي فبكيت، ثم قال لي أنه أنت ستكونين أول اللاحقين بي، ضحكت. ابتسمت الزهراء، ضحكت، فرحت. زين هاي اللي تعرف أنها وتفرح أنها أول اللاحقين برسول الله يهمها قطعة قاع؟ لا، شو يهمها قطعة قاع؟ بل أمير المؤمنين مو صار خليفة؟ ليش ما أرجع فدك؟ وكان يرجع فدك. هو عنده خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يوم اللي يذكر زهده، بعدين يقول بلى والله لقد كانت في أيدينا فدكا من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. يعني إحنا سخينا عنها وسخت عنها نفوس قوم آخرين، وما أفعل بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدث، إلى آخر الخطوات. شو أسوي بفدك؟ بس هذه كانت رمز دفاعها عن حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الجماعة عرفوا أن الأمر لا يتم لهم إلا بإسكات هذا الصمت، وحاولوا إسكات الزهراء صلوات الله وسلامه عليه مرارا. حاولوا إرهاب الزهراء، حاولوا تعنيف الزهراء، لكن هيهات. تعرفون فد واحد من يقرأ الكتب التاريخية في من تعدى على الزهراء بالضرب في أزقة المدينة، يباوع يشوف أكو تشويش، كأنه مرة يذكرون فلان مرة يذكرون فلان. شنو خطأ أكو؟ لا، لأن التعدي عليها بالضرب ما كان مرة واحدة، مو مرة. الإمام الحسن عليه السلام يوم اللي في مجلس معاوية يشوف مغيرة ابن شعبة ذلك اللعين، يقول له أما أنت يا مغيرة بن شعبة، أنت الذي ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها. يعني مو ضرب عادي كان، حتى أدميتها وألقت ما في بطنها. هذا كلام الإمام الحسن المجتبى. هذا واحد. مرة ثانية في عهد الثاني سوفت خطوة أنه صادر أموال الأصحاب، بس بعض الناس ما صادر أموالهم، من جملة منه؟ من جملة قنفذ. اجوا للإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين قال له تعرف أن هذا الثاني ليش استثناء القنفذ؟ قال له لا يا أمير المؤمنين، قال تكريما وجائزة لما فعل بابنة رسول الله. هذا ثاني. أما الثالث وين؟ هو ذلك اللعين يوم اللي الزهراء عليه السلام اجت واحتجت على أبي بكر على قضية فدك، وأفحمت أبو بكر كتب لها كتابا برد فدك، لكن ما إن خرجت من المسجد إلا وذلك اللعين واقف خارج المسجد منتظرها. ما هذا الذي بيدك يا فاطمة؟ هذا كتاب لرد فدك، ناولين الكتاب. قالت لا أناوله. أخذ الكتاب بالقوة. شنو سوى اللعين؟ الرواية تقول أول شيء أخذ الكتاب وقرأه، ثم عذرا يا سادة، ثم تفل فيه ومزق الكتاب. فرفعت الزهراء عليه السلام يديها قالت اللهم مزق بطنه كما مزق كتابي. شدين هذا الإنسان الحاقد الجافي القاسي الجلف اللي قلبه كل حقد على الزهراء عليه السلام، شنو سوى في هذا الموقف بعدما دعت الزهراء؟ شنو سوى؟ ما أدري، ما أقدر أقول، قضية مو سهلة. لكن أنت شوف فقط اسمع هذا. الروايات تقول
أنه بعد هذه الحادثة، بعد هذا الموقف، الزهراء عليه السلام كانت تشيح بوجهها عن أمير المؤمنين. يوم اللي كان يدخل أمير المؤمنين الزهراء كانت تخفي وجهها. ليش؟ لأن ذلك اللعين لطمها على وجهها فاحمرت عينها وانتزع قرطها. هذا هو الموقف الثاني. لكن الزهراء عليه السلام بقيت صامدة. هذا كان إرهاب للزهراء، يريدون يسكتون الزهراء، لكن الزهراء صامدة، ما تسكت، ما تسكت عن دفاع عن حق أمير المؤمنين. لذلك قرروا اغتيال الزهراء. اجتمعوا على دار علي وفاطمة. قال اللعين علي بالحطب لأحرق هذا الدار. قالوا له إن في الدار فاطمة. قال وإن؟ قالوا إن في الدار الحسن والحسين. قال وإن؟ جاءت الزهراء عليه السلام خلف الدار. قالت له ما الذي جاء بك؟ قال ما الذي أخرجك يا بنت رسول الله؟ قالت طغيانك يا فلان، هاجم على باب بيتي. قال فليخرج علينا علي إلا وأحرقت الدار. فقالت الزهراء عليه السلام لا والله لا أدعكم تيتمون أبنائي. نعم، ما الذي فعل؟ صار يدافع الزهراء، والزهراء خلف الباب. هو اللعين في الرسالة التي كتبها إلى معاوية يقول فرأيت يدها من خلف الباب فضربت يدها بالصوت حتى أنت وزفرت زفرة ثم عصرتها بين الباب والحائط سقطت على الأرض مغشية. جاءوا أخذوا أمير المؤمنين بأبي وأمي، أخذوا أمير المؤمنين إلى المسجد. استفاقت الزهراء عليه السلام، التفتت إلى أسماء: يا أسماء أين علي بن أبي طالب؟ قالوا أخذوه إلى المسجد. قامت الزهراء عليه السلام خلفه. تعرفون بيت الإمام علي عليه السلام ملاصق للمسجد، لكن يقولون الزهراء بين البيت وبين المسجد طولت. ليش؟ لأن الزهراء كانت تمشي خطوات وتجلس خطوات. ما إن وصلت إلى المسجد يا موالين يا مؤمنين، ذلك اللعين شافها التفت إلى عبده قنفذ. قال يا قنفذ امنعها من دخول المسجد وإلا فروعها بالصوت. جاء ذلك اللعين وضربها بالصوت على متنها. رحم الله من نادى وفاطمتاه أيوا مظلومتاه أيوا شهيدتاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الأسماء إليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك المنتقم الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومواليه. اللهم شافي مرضانا وبالخصوص المرضى المنظورين. اللهم أد ديوننا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض جميع حوائج المحتاجين من المؤمنين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم اقض حاجته سريعا عاجلا. اللهم ارحم أمواتنا إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص أموات المؤسسين لهذا المأتم والحاضرين. نهدي جميعا ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.